السلام عليكم. منيرة المشخص. اسمحوا لي، طبعا انتم كلكم متخصصين في الاقتصاد، لكن احنا بنتكلم على موضوع كنت اتمنى انه معالي وزير العمل يكون متواجد، لكن للاسف الشديد اكيد ارتباطاته كثير الله يعينهم. لكن دائما احنا القطاع الخاص يطلعون علينا في المنصات ويضربون مثل كنا نقرب من النار يم قرصه وما يمدح السوق غير اللي رابحين فيه. يقولون احنا سوينا واحنا بيئة العمل سوينا، لكن لما ننزل على ارض الواقع للاسف الشديد راح اضرب لكم مثال هنا في الفندق. انا من شوي اكرمكم الله لقيت اللي تنظف الدورات المياه السعوديه. يعني تعتقدون انه هذا هو طموحنا احنا كسعوديين، انه بنت او شاب سعودي ينظف الحمامات؟ يعني سعاده الوكيل، يعني انا كنا نتمنى ان نسال الوزير وياتك تنقل لنا تساؤلنا للوزير، هل بينهم بين الشباب السعودي مشكله او ثار مثل ما يقولون اخواننا المصريين؟ دكتور احنا نتكلم عن الكفاءات. دكتور انا اذكر دكتور، عفوا دكتور، طبعا انا هو هذه هي سؤالي. لا 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 لا، ما هو باتهام. معليش يا دكتور، ما تصادر كلامي، ما صادر كلامي يا دكتور، ما تصادر كلامي. معليش دكتور، عفوا دكتور، ما تصادر كلامي. انا اسال سؤال، هو سؤالي طبيعي. هل يمكن ان هذا طموحنا؟ سؤالي هو سؤالي، هل هذا طموحنا للشباب السعودي؟ لا لسه ما كملت. عفوا دكتور، ما يحق لك تصادر سؤالي يا دكتور، ما يحق لك. ما راح اتكلم على كلامك اللي قلته في التلفزيون السعودي على موضوع العمالة ايضا. انت سؤالي، طب ممكن تسكت يا دكتور؟ معلش عفوا، تفضل. هل هذا طموحك انت وابنائك؟ شكرا.